مش هتفرق عندكم سمنه وزبده او ما عندكوش، هنعمل من ربع كوبايه زيت احلى بريوش. اهلا بيكم في وصفه جديده من وصفات الشيف زينب السيد. النهارده هنعمل البريوش باسهل طريقه. مقادير البريوش السريع سهله وبسيطه. معايا 3 معالق من السكر، بيكنج باودر، بيضايه بدرجه حراره الغرفه، ربع كوبايه من الزيت، كوبايه من اللبن الرايب، وبديل كوبايه اللبن الرايب لو ما عندناش بنحط كوبايه الا ربع من اللبن العادي جدا، وبحط عليه معلقه كبيره من الخل. 10 دقايق ويبقى معايا احلى كوبايه لبن رايب. كمان ما ننساش الفانيليا، وكوبايتين وتلت من الدقيق قابله للزياده. يلا نشوف وصفتي ازاي. اول حاجه هحطها معايا 3 معالق من السكر، بنضيف عليها البيضايه بدرجة حرارة الغرفة، ربع كوباية من الزيت، رشة فانيليا، كوباية إلا ربع من اللبن الرايب. بنضرب كويس قوي المكونات كلها مع بعض. اللبن الرايب بيدي طراوة جدا للعجين. البريوش من المعجنات السهلة اللذيذة، البسيطة، ممكن تفيدنا في الشتاء جنب كوباية الشاي. وهنا بعد المقادير ما ضربناها كويس جدا بنضيف عليها كوبايتين وتلت من الدقيق، وقلنا قبل كده قابل للزيادة. واخر حاجه معانا البيكنج باودر. بنقلب المقادير معانا بمعلقه بسيطه. البريوش من المعجنات السهله عشان مش بتبقى محتاجه تخمير، ببيكنج باودر عادي بيبقى معانا احلى معجنات. طبعا زي ما قلت لكم لو محتاجين دقيق بنحط دقيق. شايفين شكل العجينه طريه وما بتلزقش. وصفه سهله وسريعه وان شاء الله هتعجبكم. طيب انا عندي البريوش دوت ممكن اعمله ساده وبيترش على وشه سكر، ممكن كمان احشيه مربى، ممكن كمان احشيه شوكولاته. يلا نشوف حشواتنا هنحشيها ازاي للبريوش. معايا هنا صواني انا دهنتها دهنه خفيفه جدا من الزيت او من السمنه. طريقه التشكيل بتاعته سهله جدا. انا معايا هنا بنمسك كده كوره، بصوا عامل ازاي طري جدا، وعلى فكره لما بنيجي ناكله بيفكرنا بالكحك الدايب. ادي طريقه التشكيل بتاعنا، وخلي بالكم هو بيكبر عشان البيكنج باودر يعني بينفش وبيديني المقاس بتاعه او الحجم بتاعه بيكبر عشان البيكنج باودر والبيضه. يعني ما نخليش ان الكوره كبيره قوي. عملنا اول كوره، دي اول طريقه تشكيل معايا سهله. بنحطها كده في السكر وبنحطه كده، وبنيجي بالسكينه بتاعتي. شفتوا سهله ازاي؟ في الحشوات اللي فيها مربى او شوكولاته مش بنضطر ان احنا نحط العجينه في السكر عشان ما يبقاش مسكر من جوه وكمان من بره. بنحاول ان احنا نكبر مقدار العجينه شويه لما بنحشيها مربى او شوكولاته. اهو بفردها بالشكل ده. هشو بتاعي مش بنزود، عشان كمان ما تنسوش ان العجينه نفسها فيها 3 معالق من السكر. اهو ونقفلها كويس جدا بس كده. وادي شكل البريوش بتاعي بعد ما سويناه على درجة حرارة 180 لمدة حوالي نص ساعة. عملناه حشو شوكولاتة مربى وكمان بالسكر. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، ومستنية تعليقاتكم.